ونقول صباح الخير، صباح الفل، صباح القمر على أحلى ناس في حياتي، أجمل صباح على أجمل متابعين في الدنيا، على أحلى ناس في حياتي. ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات صدقوني. يعني أنا ما بنزلش فيديوهات كل يوم بس بتوحشوني. المهم ان انتوا وحشتوني كتير كتير. ربنا يخليكم ليا. متشكرة جدا لكل الناس الأمارات اللي دخلت في حياتي من داخل مصر ومن خارج مصر. تعالوا بينا بقى الفيديو السهل البسيط الحلو اللذيذ ده. النهارده الجو مطر عندنا وقلت والله لا ادخل اعمل محشي. تعالوا نصلي على النبي، صلى على النبي الاول وبعدين نحكي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ونحط حته الليك الصغنطوط بسرعه وحته الاشتراك الجميل. طبعا المحشي عملناه مع بعض كام 20 15 الف مره، فمش عايزه اتكلم عنه كتير. المهم ان انا حشيت شويه المحشي، والبطايه كنت عاملاها من بالليل منضفاها ونقعها كده في محلول. حطيت عليها شويه دقيق، وعصرت عليها ليمونتين، وحطيت عليها ما شاء الله كده ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عودين نعناع فريش. عايزه اقول لكم ان هو بودي البط في حته تانية. لا ريحه زفاره بقى ولا ريحه اي حاجه تانية، بيخلي البطايه كده عندك زي القمر. المهم ان انا غسلت البطايه كويس تاني ما شاء الله كده، ورحت جايبه الحله بتاعتي بقى اللي هطبخ فيها البطايه. حطيت بصل، حطيت فلفل، حطيت طماطم، حطيت ورق لورا، حطيت مرقتين، حطيت شوية ملح صغنطتين، وكمان حطيت شوية إيه 7 بهارات، وشوية الفلفل الأسود كفاية مع المرقاية بيعملوا لِك أحلى مرقة. هنشوّح اللحمة بتاعتنا حوالي نُص ساعة، البطة بتاعتنا حوالي نُص ساعة. إزاي بقى بتشوّحيها نُص ساعة؟ بافضل أجيبها على الجنب ده شوية وعلى الجنب ده شوية، وباكون ضايفة عليها نُص كوباية مَيّة. تمام، تمام. هنا بقى هنسيب البطة تتشوّح شوية، وهنعمل السيرب اللي هو بتاع الكنافة. هنعمل لهم أي حاجة النهارده كده ونضحك عليهم. ونعمل شوية كنافة كده قمر وزي الفل. طيب هنعمل السيرب بتاعها ازاي؟ او الشربات، جبت معايا مج كبير من اللي حضراتكم شايفينه كده مليان سكر، وحطيت عليه نص كوباية مية، نص كوباية مية تمام، بنفس المج اللي انت بتعايري بيه. وعصرة ليمونة، وبنشيل الليمونة بعد ما بنعصرها علشان خاطر ما تعملش ليها مرارة. وحطيت عليها ظرف فانيليا، وبسيبها تغلي حوالي من 6 ل7 دقايق كده، وبعدين بنطفي عليها. تمام تمام. معانا هنا بقى نص كيلو من الكنافة القمر اللي زي الفل. ورُحت جاية كده زي ما حضراتكم شايفين، مسكت الكنافة. طبعًا بتحطيها قبل ما تستخدميها في الفريزر الأول علشان تعرفي تفرميها زي ما إحنا شايفين كده، أو تبسّيها بس ناعم كده حلو ولطيف وظريف. جبنا الصينية بتاعتنا دهنتها. كنت مجهزة معايا حوالي مَج ونُص، كوباية ونُص كده بالضبط زبدة. أنا كنت مسيّحاها معاكم سمنة ملياه كريستال على كيلو سمنة بلدي. تمام، تمام، يعني خليط كده. فالمهم برضه ريحتها حلوة وزي الفل وزي القمر. فكنت مجهزة معايا يا دوب كده، سيّحت معايا مَج ونُص زي ما حضراتكم شايفين على النار. وباوريكم إن أنا هنا لسه البطاية لسه باشوّحها. جبت نُص كمية الكنافة بتاعتي ما شاء الله كده، ودهنت الصينية الأول من المادة الدهنية اللي أنا جهزتها، ورُحت حاطاها كده. أنا باعمل إيه؟ مش عارفة. مش عارفة مالك خارجة بتورّيكم بقى إن إحنا ملمومين، وعمّالين نعمل كده أي حاجة علشان خاطر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. والراجل بقى عمّال يتسلى يا عيني، خلاص بقى. اليوم كان طويل بصراحة. وبعدين كان في شتا وكان في مطر، كان في شتا كتير، كتير. فالمهم بقى هُم كانوا بيسلّوا نفسهم في أي حاجة. كل سنة وحضراتكم بخير يا رب، كلّكم كده تكونوا بخير. هنا بقى حطيت نص كمية الكنافة، ومسكتها ضغطت عليها بإيدي كويس جدًا، جدًا زي ما أنتم شُفتوا كده في الفيديو. ورُحت ضايفة نص السمنة أو الزبدة اللي أنا مسيحاها معاكم كده بالمعلقة، وهافضل ألِف بيها كده على الصينية بتاعتي. وكنت مجهزة حشوة بسيطة جدًا، جدًا، شوية جوز هند وشوية زبيب. عايزة تزودي بقى أي حاجة من عندِك زودي. المهم إن أنا باقول لكم إن النهارده الفيديو بتاع النهارده سهل وبسيط ولذيذ كده للغاية، وحلو ومسلي، بس حبيت إن أنا كده إيه أشغلكم وما ابعدش عنكم. تمام، تمام. ورُحت ضايفة نُص كمية الكنافة زي ما حضراتكم شايفين على الطبقة كده من فوق أهو. ما شاء الله. وهنضغط برضه كويس جدًا، واوعي تضيفي السمنة إلا أمّا تضغطي بإيديكِ الأول وبعدين هنضيف السمنة، علشان طبعًا لو ضِفنا السمنة بتاعتنا أو الزبدة بتاعتنا هتروح ماسكة في إيدينا، وهتبقى الحكاية كده زي الفل وزي القمر. تمام، تمام. وحشتوني وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا أجمل ناس في الدنيا. هنا زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، عمّالة أضيف من الكمية بتاعة الكنافة اللي فاضلة، وعمّالة أضغط عليها كده زي ما حضراتكم شايفين. الفيديو صغنطوط والفيديو حلو والفيديو لذيذ أهو. عاملاه لكم حوالي 7 دقايق كده بالضبط.
فالمهم كده عايزاكم تكونوا مبسوطين يا رب العالمين، دايمًا كده ربنا يسعد قلوبكم جميعًا زي ما بتسعدوا قلبي بالكلام الحلو الطيب. ويبارك لكم في مالكم، في ولادكم، في صحتكم يا رب العالمين. زي ما حضراتكم شايفين بقى عمالين نكبس، 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 ما هي الكنافة إلا كبسة زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، علشان خاطر بس تبقى متماسكة مع بعضيها وما تسيبش من بعضها كده، تمام، تمام. ورُحنا جايين كده يا ستات يا أمارات يا اللي زي الفل، جايبين ما شاء الله نُص كمية الزبدة اللي أنا ضفتها، خلّيت اللي فضلت معايا رُحت ضايفاها كده على الوش زي ما حضراتكم شايفين. ده كله والبطاية بتتشوح يا آمال؟ آه، ده كله والبطاية بتتشوح. علشان خاطر تاخدي أجمل مرقة في الدنيا، أنا باضيف لها نُص كوباية مَيّة وأنا لسه مولعة عليها باشوّحها، وباسيبها كده حوالي نُص ساعة، وأفضل أقلّب من الجنب ده للجنب ده شوية، وبعدين ضِفت المَيّة بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين، الشربات بتاعتي كانت استوت بعد 7 دقايق. ما شاء الله كده المحشي كمان حطيت الطبق بقى علشان خاطر ما يفُكِّش معانا المحشي ولا محشية هتفُك منِّك، اعمليه بنفس الطريقة بتاعتي وإن شاء الله هيعجبِك. زوّدت الشوربة كده زي ما حضراتكم شايفين، حطيت كمان مرقاية، كمان مرقاية على الشوربة، كمان مرقاية على الشوربة، ورقتين لورا وشوية الملح بتوعي وخلاص. ولّعنا على المحشي بتاعنا وبابُص خلاص بقى لقيت خلاص بقى الساعة 18:45 الوقت بيجري والبطاية لسه ما استوِتش وكان نهاري أبيض النهارده، مش عايزة أحكي لكم. المهم، طبعًا عملنا العرق سوس المشروب بتاعنا المفضل عندنا. بُصّوا بقى، إحنا لا بنحب العصاير ولا أي حاجة فيها سكريات. أنا كنت باعمل عصير عشان خاطر الولاد وكمان عيالي بيعشقوا العرق سوس ده. فالمهم كل سنة وحضراتكم بخير، ويا رب السنة اللي جاية تكون أجمل من السنة دي، ويا رب اللي ما حققش أي أمنية السنة دي، أي أمنية بيتمناها يحققها السنة الجاية، وكل سنة وأنتم بخير. طبعًا عملنا العرقسوس بتاعنا، الشربات بتاعتي كانت خرجت كده، ولو أنتِ عايزة تعمليها على البوتاجاز عملتها معاكم على البوتاجاز قبل كده، أنا كنت سويتها في الفرن النهارده. وطبعًا الشربات بتاعي كان بِرِد تمامًا، ورُحت ضايفاها على الكنافة وهي سخنة، وخلاص يومنا خلص، وخلاص المغرب كان أدَّن كده. قُلت بقى إيه نضبّط الدنيا، وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، متشكرة جدًا.